السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ونتمنى وصفة اليوم تعجبكم واخا جات معطلة شوية، ولكن سلو صحي كيجي رائع جدا بلا دقيق ابيض بلا زبدة بلا سكر بلا زيت. كيجي معلك هائل جدا، نتمنى انكم تجربوه. اول شيء نحضر فيه التمر تقدروا تحضروه بليله قبل، اللي هو اللي غيحلي لينا السفوف ديالنا. اذا نحتاج فيه واحد الكيلو الا ربع، حيت لي العظمه مسحته جيدا وغندخلو العافيه تكون مهيله. اذا اولا فيما كنتي مسخنه الفران دخليه وخليه حتى تطفي الفران باش يكون التجفيف ديالو طبيعي. اذا بعد ما غيتجفف ليا داك التمر وما تخلوش يتحرق لانه ما تجهدوش عليه العافيه، غادي نطحنو حتى لينو، وما تبقاوش طحنوه حتى بزاف باش ما يوليش لنا كاريميليزي، بخصوص الا حمرتوه بزاف. انا كنقول لكم حتى في التحمير ديالو ولا في التجفيف، الا كانت الحراره كنعرضوه ليها، اما لما كانش بحال دابا كندخلوه الفران الا طفينا عليه ونخليو هذيك الحراره ديال الفران ترجع عليه، وغادي نغربلوه هو باش غادي نحلي السفوف ديالي. اذا نحيدو منه هذيك اللي كتبقى في الغربال، هي هذيك القشره الفوقانيه. اذا هذا هو الشكل ديالو، هادو تقدروا توظفوه بزاف الكيكات الحلوى وكل شيء. بالنسبه للطحين ناخذ واحد كيلو ديال دقيق القمح، واخا عندي انا مغربل عاودت غربلته في غربال رقيق وكنحيد منه هذيك النخاله. اللي ما كيبغيش دقيق القمح تقدري تضيفي ليه شويه دقيق الفورس، ولكن الا ما كثرتيش راه كيجي زوين وكيجي معلك. غير تبعي الطريقه وبقي معايا حتى لاخر الفيديو. غنوضعه في كوكوط ونوضعه على النار. اذا شفتوا النار راه تغربل، ما بقاتش فيه حتى ديك النخاله، يعني لينته مزيان. وغنبقى نوضعه على نار على عافيه مهيله، يعني في هاد العمليه ما خاصكش تبقاي تغفلي عليها باش ما يتحرقش لك من التحت، وتنقصي العافيه. غير تشد الكوكوط سخون سخونيه وتنقصي وتبقاي تحركي، يعني تحريك مستمر. انا راني ضفت واحد نص كيلو اخر وبديت كنحرك تحريك مستمر. اذا انا غير كنحمر الطحين، زدت هذاك نص كيلو لا يسالي ليا سميتو السفوف. كنبغي الطحين يبقى عندي، انا غنستعمل غير كيلو في الخليط ديالي. اذا حتى كيذهب ليا اللون بحال ما هكا، ما تخلوش يتحرق باش ما يجيش معنا مر، ونغربلو من جديد. الا بقاو لي هذوك الكرات، هو اصلا هاد ديال القمح راه ما كيخليش كرات كتار. الا بقاو لي شي كرات بيضين ما نعاودش نحكهم في الغربال، لان راه طحين ما طايبش هذاك، كيبقاو بيضين نزولهم. اذا هنايا غربلته، غنضيف ليه جنجلان اللي حمرت واللوز كذلك محمر. حمرتهم في الفرن. 2 معالق ديال النافع البلدي والنافع البستاني، ما تكثروش هذاك الرقيق. 2 معالق انا غير صغار، تقدروا ديروا معلقه صغيره من كل حاجه. هذا هو التمر اللي باش غنحلي. ونخلط. انا هنايا راه نطحن كل شيء دفعه واحده. قليل من المسكه حبوب، انا ضفت له واحد شويه السكر. انا ماشي دايره حميه، ولكن غير كنحاول نقص السكر وصافي. وغنطحن. الا جمعتي بحال هكا تقدري تدي، الا ما عندكش هاد الطحانه تقدري تخرجيه لعند اللي كيطحنوا لينا العطريه. كيطحن دفعه واحده كتعطيه ليه، راه عندهم كوكوت كبيره كيطحن، وكتشوفي نتيا القياس ديالك، واش بغيتي معلك بزاف واش بغيتي غير شويه. المهم انت اللي كتبغي طريقتك انت فاش كتخدمي الصفوف. انا هنايا هذه يلاه خديتها، ولكن ما خديتش كبيره، خديت غير صغيره، ولكن قضات الغرض صراحه لله. اذا هنا راه في الاول كنت كنديرو معلك بحال هكا،
ولكن صراحةً أنا كنبغي شوية السفوف ما يكونش معلّق بحال هكا، يتكلا شوية بين وبين، ما معلّق ما فيش غبرة بزاف يعني. أنا في الأول كنطحن وكنعلّق، ولكن الطحنات الآخرين غنخليهم، أنا غنوريهم ليكم، غنخليهم شوية ما معلكينش باش يجيني شوية ناشف، ماشي ناشف كاع ولكن القياس. هذا هو اللي بغيت الغرض ديالي، ما عرفتش نكون اش واش وصلت لكم الفكرة والّا لا، يعني بغيت يكون بين وبين. أنا غنوري في الطحنات الآخرين، الأولين راهم معلكين مزيان، والآخرين راني خليتهم شوية بحال ما هكا، يعني شوية التحت ديالهم راه معلق، غير الفوق اللي كيبقى ناشف شوية. واخا طاحوا دوك اللوزات راني فيما بعد غناخدهم نهزهم ونطحنهم مع الطحنة الأخرى. إذا كيما قلت لكم هاد جوج طحنات الأخرين راني ما علقتهمش، ولكن غادي يجيو هذاك القياس، ماشي تيخرج منه الزيت ويكون خارج الزيت تاني الطاسة، ما عرفتش وكله فهمته. اللي ساليت منها كنوضعها على الخليط اللي كنوجد. وبالنسبة للحلاوة اللي بغا يضيف شوية العسل، اللي بغا يضيف السكر، المهم نتي وسميتو، المهم هادو هما العناصر. انا راه درت صبعي هنايا، ولكن راني محايده البريز كما كتشوفوا حدا الماكينه. هاد الماكينات ردوا معاهم البال صراحه، لا انا غنقولها لكم، البريز ما تحيدوش ما تحلوش هادي ما تحلوها الا لما حيدتوا البريز. المهم باش تضمنوا سميتو ما تكونوش في خطر وصافي، ضمنوا سلامتكم. انا كما قلت لكم انا ما نضيفش العسل، انا اكتفيت غير بهذاك سميتو، اكتفيت غير ببودره التمر. العسل اللي بغا يضيفو انا لا، الا احتاجيت شويه بغاو الدراري حلاوه كنضيف لهم شويه زمزامي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديالو اللي وصلت معايا حتى لهنا وعجبتها الوصفه. ما تبخلش عليا بتعليق واشتراك ولايك وشير مباركه، ورمضان كريم، ادخل علينا بصحه وسلامه، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.